يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري العام المصري بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه مصطفى شلبي. وسيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر على استاد القاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. وارتفع رصيد نادي الزمالك بعد مباراة بيراميدز الأخيرة إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز ال11 برصيد 6 نقاط. وتأكد جاهزية أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للمباراة القادمة بعد تعرضه للإصابة بشد عضلي في مباراة بيراميدز الأخيرة، حيث شارك اللاعب في كافة فقرات المران الجماعي للفريق. كما اقترب محمد عبد الشافي من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة بعد مشاركته في الجزء الأول من المران لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الركبة.